السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل الكشري الاسكندراني والشتيطه اللي بتتقدم جنبه. ويلا نبدا بسم الله. عندي هنا كوبايه من العدس الاصفر، وعندي كوبايتين من الرز المصري وعندي بصلايه. اول حاجه هجيب الكبه بتاعتي كده واحط فيها بصلايه كده متوسطه وافرمها فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. بعدين هجيب حلة عندي على النار اسخنها واحط فيها حبة كده من الزيت. بعدين هنزل فيها بالبصلة المفرومة بتاعتي واشوحها كده لغاية لما تاخد اللون الذهبي الفاتح خالص. في الوقت ده طبعا هغسل العدس والرز واحطهم على بعض. بعدين هنزل بيهم على البصلايه بتاعتي وابتدي ان انا اشوحهم لغايه لما الرز بتاعي كده يسخن واحس ان هو سخن عشان يطلع بعد كده مفلفل معايا. هنزل بيهم عليهم بقى بمعلقتين صغيرين ممسوحين من الملح لكل كوبايه رز زي ما اتعودنا، معلقه صغيره ممسوحه من الملح، وكمان هحط نص معلقه صغيره من الكمون وهقلبهم مع بعض. بعدين هنزل بقى بمقدار المية المغلية بتاعتي. هنا هنزل ب3 كوبايات من المية المغلية. تمام. لكل كوباية رز كوباية واحدة من المية، وكوباية العدس بتاخد نص كوباية من المية. تمام، عشان يطلع مفلفل معاك. هديهم بقى تقليبة كده واسيبه لغاية لما يتشرب معايا. اول هنا ما يتشرب هفتح الغطا كده واديله تقليبة. هنا كان اتشرب معايا خلاص زي ما انتوا شايفين كده. هغطيه بقى وهدي النار طبعا تماما واحط الشياطة بتاعتي واسيبه يستوي على مهله. في الوقت ده بقى هبتدي ان انا احضر الشطيطة اللي بتتقدم جنبه. تمام. عندي طاسة على النار سخنة واحط فيها شوية من الزيت وهديها كده رشة من الملح عشان الحاجة اللي هحطها ما تطرطش عليها وتبهدل الدنيا. وهنزل كده ب5 فصوص من الثوم متقطعين شرايح، وهبتدي ان انا اشوحهم لغايه لما ياخد اللون الذهبي الفاتح. بعدين هنزل عليهم بقرن فلفل بارد وقرن فلفل حامي متقطعين كده شرايح زي ما انتوا شايفين، واديهم تشويحه سريعه. انا مش بحب اموت الخضار خالص عشان برضو يبقى فيه فايده. عطيته كده تشويحه سريعه. هنزل بقى عليهم ب4 طماطمات متقطعين مكعبات صغيره واديهم تقليبه. بعدين هنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون، ورشة من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الطماطم معايا. هديهم كده تقليبة واسيبهم لغاية لما يتسبكوا مع بعض. هنا كان اتسبكت، انا بسبكها نص تسبيكة. تمام. هركنها بقى على جنب. في الوقت ده بقى الرز بتاعي هنا كان استوى تماما. هديله بقى هنا معلقه كبيره كده من السمنه البلدي او الزبده البلدي زي ما تحبي، بتفرق جدا جدا في طعمه وبتوديه في حته تانية. بس اهم حاجه قبل التقديم على طول عشان الريحه تبقى ايه ظاهره كده في الطعم. نقدم بقى الكشري بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وهنقدم كمان الشتيته جنبه. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتحطوا لي لايك وشير على الفيديو بتاعي وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامه.